مساء الخير واهلا بيكم في وصفه جديده. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض جلاش باللحمه. كل سنه وانتم طيبين، العيد قرب وهبدا بقى انزل لكم وصفات للعيد كده على مراحل وتحفظوها عندكم او تشيلوا الطريقه علشان ترجعوا لها ان شاء الله لما تحتاجوها. النهارده عملها بالطريقه العاديه جدا، بس الحشو عندي مختلف شويه. اهم حاجه في طريقه او تكنيك للتسويه مهمه علشان ما تاخديش جلاش يكون طري من فوق قوي عامل زي الميه، ولا من تحت ناشف وطبقاته ماسكه نفسها ما تعرفيش تقطعيها وقت الاكل. مهم جدا. هقول لكم على طريقه التسويه ان شاء الله دلوقتي. الحشو انا اللي استخدمته النهارده حطيت فيه مشروم وكميه من الزيتون الاخضر. المشروم تحفه يا جماعه مع اللحمه، بيدي كميه كده من الميه، بيخلي الجلاش شارب من الميه دي او الصوص ده، فبالتالي بيطلع من بره مورق مقرمش سنه من الحواف ومن الفوق، لكن من جوه في توريقه جميله مع طراوه ومنتهى الجمال. آه، طيب بالنسبة بقى للزبدة أو السمنة أورق بإيه؟ السمنة في الرقاق في الجلاش أو الرقاق معروفة وهي الأساس عندي، لكن الزبدة هتطلع لك نتيجة مختلفة، هتخلي الوش مورق والقلب من جوه طري وهش في نفس الوقت. أنا بفضل دايما الجلاش ياخد زبدة. هنا نزلت بكمية من الزيت، وهحط على طول بصل وتوم مفرومين ناعم، هقلبهم مع بعض لحد ما ياخدوا معايا اللون الذهبي الفاتح. هم هيكملوا بعد كده تحميرهم وسواهم مع بقية وقت اللحمة. هياخدوا اللون المطلوب وهنزل عليهم باللحمة. أنا كنت مستخدمة هنا كيلو إلا ربع تقريبا، وهحط له ربع كيلو من المشروم فريش. المشروم هتقطعيه سلايز أو حلقات تكون متوسطة، ملح وفلفل وبهار مشكل وكزبرة وشوية من السماق ومعلقة صغيرة مليانة من الزعتر، وهقلب. كانت الحشوة ريحتها روعة في منتهى الجمال لحد ما اللحمة تاخد سواها معايا. وهنزل بعد كده بربع كيلو من المشروم وشوية من الزيتون الأخضر المخلي. خلوا بالكم لما هنضيف المشروم مش هنقلب كتير ومش هسيبه كتير على النار، أنا عايزاه يجيب ميته بس ما يجيبش مية كتير. هعمل ايه بعد ما اخلص الحشو خالص؟ هحطها عندي في مصفى واسيبها تصفي الدهون الزيادة والمية الزيادة، يبقى فيها نسبة بسيطة جدا من المية أو الدهون بس قبل ما استخدمها في الحشو. وهنيجي بقى كده بالراحة وهناخد، بصوا هنا المشروم كان وصل لدرجة من الدبلان يعني متوسطة. هجيب بقى لفة الجلاش وشوية من الزبدة هسيحهم، ملهاش مقدار معين على حسب ما احنا هنشوف دلوقتي بعينينا كده. الزبدة حلوة في التوريق جدا 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 للجلاش، بتخليه طري وفي نفس الوقت هش ومقرمش. اما السمنة فبتدي قرمشة اعلى. هدهن بقى مع مستخدمة صاج ايفال، هديله دهنة حلوة جدا من الزبدة، وبالذات الحواف خلي بالك منها علشان يبقى فاكك منها وما يبقاش لازق. وهدهن كل ورقة من الجلاش بالزبدة، وهبدأ أفرد عندي وأسكن في الصاج حلو قوي. دايما خلي الورقات اللي فيها قطع أو أي عيب تكون تحت. اللفة هتقسميها بالنص بالظبط، 6 ورقات فوق و6 ورقات تحت، والحشو هيكون في النص زي ما احنا شايفين كده. وما تكتريش قوي كمية الزبدة ولا تقلليها، لو قلت هيطلع معاكي طري معجن، ولو زادت جدا هيبقى دهونه عالية مش هتقدري تحبيه، مش هتحبي تاكليه وقت الأكل. طيب لو زادت منك بقى، لو زادت قوي الدهون أو الزبدة، تقدري انك انت تصفيها أول ما يخرج من الفرن قبل ما نضيف عليه التشريبة اللي احنا هنعملها اللي هي اللبن والبيض. هنا وزعت الحشو كله كويس جدا وهسكنه حلو في مكانه وهديله ضغطة، وخلي بالك من الحواف توصي جدا بيها. انا هنا رافعه الحواف شويه على اساس انها تبقى اللحمه محفوظه جواها ما تاخدش تحميره او لسعه في الفرن. يعني رافعه الحواف بتاعه الجلاش من تحت مش من فوق، من الورقه اللي كانت تحت. وهبدا اكمل كميه يعني بقيت لفه الجلاش بنفس الطريقه، وياخد معايا نفس الدهنه. وفي الاخر خالص بعد ما اخلص هخلي وش الصينيه واخد كميه كويسه من الزبده، معلقتين مثلا ولا حاجه، علشان ده اللي يهمني ان هو يكون مورق حلو جدا. وهقطعها بالسكينة. أهم حاجة وانتي بتقطعي توصلي لقاع الصينية أو الصاج كويس جدا، خدي عمقها كله علشان التفاصيل بتاعت القطع تكون واضحة، وبالتالي لما نيجي نشربها بالبيض واللبن تشرب معايا للآخر وما تبقاش ناشفة.
الجلاش امتى يبقى من تحت ناشف جدا معاكي؟ لا، في حالتين: لو زودتي جدا كمية السمنة او الزبدة، لو دخل معايا الفرن على درجة حرارة عالية قوي 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 واستمر مدة كبيرة، لو جيتي في الاخر فتحتي الشواية وهو مش محتاج. على فكرة الشغل اللي احنا شايفينه قدامنا ده ما اتفتحش شواية ولا حتى ثانية، الشغل كله من الفرن من تحت. انا هنا معايا كوباية لبن، ضفت عليها بيضة كبيرة، يكونوا الاتنين بدرجة حرارة المطبخ سواء اللبن او البيض، وهحط عليهم نص معلقة صغيرة من الكركم، وممكن كاري لو تحبي، ده شغل الفنادق بياخد اللون الحلو بالكركم او الكاري، وشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وهديها ضربة بالشوكة ويبقى كده جاهز عندي. دخلت عندي الصينية على أعلى درجة حرارة في الفرن، مش هقولكوا وقت معين، تلت ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، على حسب الفرن ما يكون سخن. هتاخد معايا اللون اللي احنا شفناه ده، وهتفك كده من الحواف زي ما انتوا شايفين، وتورق حلو قوي قوي. وهطلعها واسقيها بالبيض واللبن، وتدخل عندي الفرن للمرة التانية لحد ما تتشرب، برضو مفيش مدة معينة، وهتطلع وتبقى واخده معايا الشكل ده. انا غطيتها شويه صغيرين جدا علشان الوش يبقى مقرمش وطري في نفس الوقت، لانه بيخرج قرمشته عاليه جدا جدا. وبعدين ده شكلها النهائي بعد ما اتشربت معايا. بصوا ما شاء الله، مورقه وطريه وهايله وريحتها تجنن، الحشو كان في منتهى الجمال. زي ما قلت لكم، اهم حاجه تخلوا بالكم من السوى. لو مش هتفتحي الفرن عندك على اعلى درجه حراره، يبقى تفتحيه مثلا على 200 قبلها بربع ساعه، وتسيبيه يسخن جدا، وبعدين تدخلي عندك الجلاش هيورق، هيخرج من بعد ما يورق ياخد معايا البيض واللبن على طول. ممكن جدا كوبايه اللبن توصل لكوبايه وربع لو انت عامله اكتر من لفه، وساعتها هتحطي 2 بيضه بدل بيضه واحده. وخلوا بالكم احنا لا حطينا بيكنج باودر في التشريب يعني مع اللبن، ولا حطينا اي حاجه. بصوا اللون الجميل ده، خدته من النص معلقه كركم، ومفيش في شوايه اتفتحت خالص. وادي التوريقه، وطبعا كميه اللحمه مع المشروم ما شاء الله هايله، وكانت عامله بقى يعني طراوه في منتهى الجمال. حبه المشروم اللي حطيناهم خلوا الجلاش طري من جوه وقلبه ناعم جدا. ده شكلها النهائي. بصوا التوريقه بتاعت لفات الجلاش باينه ازاي، بتاعت الورقات، ده علشان خد سوا صح وخد توريق صح بالزبده، خلوا بالكم. والحمد لله انتوا شايفين اهو الصينيه من جوه او الصاج مفيش خالص عندي دهون زياده، مفيش مثلا دهون تسريب او ميه نازله من اللحمه، ولا حتى كمان سمنه او زبده زياده من الجلاش. وانا هنا ما صفيتش الصينيه او الصاج نهائي. جربوها.